بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من كورونيات على السريع كده يعني، ونقدر نقول إن هي حلقة من كورونيات ومن تعالوا نفهم الروماتيزم في نفس الوقت. النهارده بنتكلم سريعا عن مريض الروماتيزم، روماتويد، ذئبة حمراء، أي حاجة، ياخد تطعيم كورونا ولا ما ياخدش؟ طبعا السؤال ده بيتسأل لكل دكتور روماتيزم تقريبا بمعدل مرة كل يوم من المرضى بتوعه. يا دكتور أنا عندي روماتويد آخد التطعيم ولا لأ؟ أنا عندي ذئبة حمراء آخد التطعيم أو ما آخدش؟ أو هاخد التطعيم طب آخد الدواء ولا ما آخدش بتاع الروماتويد أو الذئبة الحمراء؟ أو اكتب لي تقرير عشان ما آخدش التطعيم. الخلاصة طبعا الكلام ده كله يعني الإجابة المختصرة للشافية الوافية: مريض الروماتويد ليس له، أو الروماتولوجي يعني عموما، الروماتيزم عموما، ليس له أي مانع طبي من إنه ياخد التطعيم طالما حالته مستقرة وحالته مش نشيطة. يعني لو المريض في حالة نشاط للمرض يفضل إن أنا أعالجه الأول من المرض بتاعه روماتويد أو ذئبة حمراء لغاية لما يدخل في مرحلة خمول، ثم بعد كده وهو في الخمول أديله التطعيم. التطعيم كل أنواع التطعيمات متاحة لمريض الروماتيزم يعني، بالعكس يعني المنظمات الدولية زي الأمريكان كوليج اوف روماتولوجي، الجمعية الأمريكية للروماتيزم، بتقول إنه مريض الروماتيزم مقدم على غيره في كأولوية يعني لتلقي تطعيم الكورونا. طبعا حته مقدم على غيره دي مش يعني مش هنعتمد عليها قوي، لكن نقول ان هو ياخد زيه زي غيره على الاقل. الحاجه الثانيه كل التطعيمات متاحه، مفيش اي حاجه مقدمه على حاجه، ياخد اللي متاح قدامه سواء الساينوفارم الصيني، ساينوفاك المصري، الاسترازينيكا، اي حاجه. لكن في بعض الكلام عن بعض الامراض الروماتيزميه اللي فيها احتماليه اكبر للجلطات، حاجه اسمها مضادات الفوسفوليبيد او الليبيدات الفوسفوريه، انتي فوسفوليبيد سندروم، او مرض بهجت. بعض الامراض اللي فيها احتماليه اكتر لحدوث جلطات يفضل الابتعاد عن الاسترازينيكا، لكن غير كده مفيش حاجه ممنوعه عليك خالص. العلاجات معظم العلاجات بتتاخد عادي مع التطعيم، مفيش منها اي مشاكل. الهيدروكين بيتاخد عادي مع التطعيم، مفيش منها اي مشاكل. في بعض الحاجات زي الميثوتريكسات اللي هو من اشهر العلاجات بتاعه الروماتيزم او الروماتويد، اللي هو بالبلدي كده الحقنه اللي بتتاخد نص سنتي او سنتي ضربه كل اسبوع تحت الجلد او في العضل، دي المفروض ان هي بتبقى يعني بتتوقف اسبوع واحد بعد الحقنه. غير كده علاجك بتفضل زي ما هو، مفيش اي مشكله فيه. ودي حلقه سريعه يعني من كورونيات ومن تعالي الروماتيزم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.